اولا بصراحه الشعب التونسي مش مقدر الانتفاضه الجزائريه حق تقديرها. عندنا 6 7 سنوات نسمع ان الجزائر حضن، ان الجزائر كذا، ان اليوم الجزائر تتنفس هواء جديد. الجزائر تبعث برسائل اخرى، الجزائر ذاهبه نحو التغيير، والتغيير الشامل والكبير، والتغيير ان شاء الله يكون كله ممتاز ان شاء الله الى حد هذه اللحظه. كل شيء راهو في السياسه، ما في شيء نهائي في السياسه، وكل شيء ينقلب على عقب. لا، التوانسه انا ما شفتهمش عملوا ولا مظاهره واحده تأييدا للشعب الجزائري العظيم. الشعب الجزائري العظيم عنده 6 أسابيع 7 أسابيع هو يخرج في مسيرات نتاع 6 و7 و8 مليون، وقدرت حتى ب20 مليون وفي جميع مدن الجزائر، ولم تحرق عجله واحده، ولم تكسر كأس واحده، ولم 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 ولم. شعب فعلا كان مفاجأة لحكومته، لجيشه، لبوليسه، لشندرمته، لشعبه، لجيرانه، لأشقائه. شعب يعني تعلم الدرس جيدا، تعلم الدرس من السنوات العشر السود، وتعلم الدرس من الربيع العربي الكئيب والمجرم. تعلم الدرس جيدا. اليوم الشعب الجزائري هو الذي يخطط، هو الذي يتدرج. العصابة تتفكك وتهرب، وهي تهرب وتتفكك وتقدم في تنازلات. السلطة في البداية أنكرت مثل كل سلطة، في البداية ينكر، بعد ذلك يعترفون، بعد ذلك عليهم أن يتفاوضوا. السلطة الجزائرية عندها 3 أسابيع وهي تتفاوض مع الشارع، كل مرة تذهب لأنه تريد أن تحل المشكلة في إطار الدستور. الشعب الجزائري رافض، بمعنى هل من مزيد؟ اكشفوا لنا أوراقكم، هاتوا، ليس هذا الذي نريده. لا نريد المحنطين، لا نريد السراق، لا نريد الذين عبثوا بثورة الجزائر وثروة الجزائر، لا نريد. الشعب الجزائري هو الذي يفرض في شروطه. ربما أنا النجم نقول لك أن النجم نشبهها بما حدث في مصر في البداية، ونشبه حتى القايد صالح كما لو أنه هو الطنطاوي الذي وقف مع الشعب ثم أزاح الرئيس وشكل مجلس وعمل خريطة الطريق وتقدم بالشارع ووجد ناس يفاوضوه ثم ذهبوا إلى إنشاء دستور. لازم نقول لك اليوم القايد صالح وهو ربما القائد الوحيد في جيش الجزائر، هو الوطني ابن الجيش الجزائري، ما هوش من القادة الفرنسيين، ما يسمون بالجنرالات الفرنسيين اللي هم مثل عربي بالخير ومثل خالد نزار ومثل مدين هذا اللي هو توفيق ومثله. قائد صالح اليوم هو مع الشعب فقط. أنا الشعب هو مع الشعب ومرجعيته الشعب، وهو قال للشعب فصل 107 وفصل 108 هو ماذا يعني؟ يعني أن السلطة كل السلطة عند الشعب، والفصل الآخر هو الشعب هو الذي يؤسس السلطة. إذن أنت أعاد السلطة إلى الشعب، ثم قال له أسس سلطتك الجديدة. واليوم هم يؤسسوا في سلطاتهم. ما زالت فيه بحر مفاوضات، ما فيش معارضة، في معارضات كئيبة كما معارضات بن علي سابقا. أين هي؟ هذيك معارضات سفيهة وكئيبة وتستحق، هي تستحق اللعنة أكثر من الأنظمة. الحل باش يكون امبارح اكتشفوا، اسمع امبارح اكتشفوا في الجزائر محاولة انقلاب على قايد صالح قائد الجيش الشعبي وعلى الشارع. هو ما يسمى بالكلان او العصابة نتاع سعيد بوتفليقة اللي هو يحكم من وراء ستار بدون شرعية دستورية، ومعاه جنرال توفيق اللي هو كان رئيس مخابرات أبعده بوتفليقة وأبعد، ومعاهم في جلسة وأعلنوا عنه معاهم السفير الفرنسي معاهم عاملين جلسة، وطبعا جايبين صحف وعندهم تلفزيونات وعندهم مليارديرية، لأنه المليارديرية في الجزائر أيضا اختلفوا. المليارديرية وكنقولوا مليارديرية في الجزائر يعني بالدولار وبأرقام خيالية تخرج في الفوربس وبأرقام خيالية. الجزائر دولة غنية، نصف شعبها اللي هو 45 مليون يعني مسكرين عليه
هذا المغرب عدوكم، هذه تونس واش، هذه ليبيا الواش، عندكم رشوة فرنسا، مسكرين عليه، مستولين على التجارة، مستولين على النفط، مستولين على كل شيء. هذه العصابات، العصابات هذه التي تستند عليها عصابات تونس حاليا هي الذاهبة. هذه العصابات وما يحدث في الجزائر سيحدد جزء كبير من المسار التونسي.